السلام عليكم. اليوم جرت قرعة تصفيات كأس العالم للمنطقة الآسيوية، وجمعت 3 مجموعات. العراق جمع مجموعة، خلينا نقول مجموعة ممتازة. ضمت شنشول كوري الجنوبي، وضمت المنتخب الأردني النشامة، وضمت منتخب عمان سلطنة عمان، ومنتخب فداء فلسطين، ومنتخب الكويت. يعني منتخبات أغلبيتها خليجية، من عدا منتخب الكوري. 5 منتخبات عربية. المنافسة تكون صعبة. المنتخب الأردني فريق قوي. كوريا منتخب جيد. عودة الكويت إلى المنافسة. المنتخب العماني منتخب عنيد. كل التوفيق إن شاء الله للأسود. والأسود قادرين على تصدر المجموعة وليس التأهل كثاني. ولا سامح الله، لا ما قدرنا أول أو ثاني أكيد يعني مستحيل راح نطلع يعني نعبر الملحق. فكل التوفيق للأسود إن شاء الله بالمرحلة القادمة.